اهلا اهلا اهلا. غمي عينيكي، عامل لك مفاجأة. بجد؟ انا ملك المفاجآت يا بنت. انا مش عارفه اوضه مفاجاتك ديت فين بصراحه. تعالي تعالي اطلع ولا خليني؟ تعالي اخرجي. تعالي. تعالي، ما تفتحيش عينيكي خالص. اوعى تكون بتعمل حاجه. لا يعني انا هعمل ايه يعني؟ انت هتوني عليا؟ انا بتهت في ثانيه. لا انت هتوني عليا يعني. اوعي تفتحي عينيكي يا الاء، عشان لو فتحت عينيكي هزعل مني. بصي فوق. ايه انت جايب الحمام دي منين؟ ايه في ايه؟ بالراحه. ايه دي يا ماما؟ ايه؟ تعالي بقى نكمل بقى المفاجأة التانية. دي المفاجأة الأولى. غمي عينيكي تاني، غمي عينيكي تاني، غمي. انا بخاف والله العظيم. لا غمي عينيكي بس. هاتي ايديكي يا آلاء. على القمر بجد. هو ولا الحمامة؟ لا طبعا هو طبعا. هو بس انا مشغل صوت غريب عشان كده فتحت عينيا على طول. لا انا كنت مشغل صوت اسد. ايه ده؟ ازاي وامتى وفين؟ افتقداكوا ده لا والله قلت يعني حرام عليك جاي من سفر ميعاده كده. والله هو اللي استحلى القعدة. حرام عليك. طب الحمام دي انت جبتها معاك ولا ايه؟ انا جيت لقيتها قاعده قلت يمكن جريت ولا حاجه. اقسم بالله انت وشك حلو. الحمد لله. حمامه جت عند وشكلها مربوطه اصلا، يعني شكلها حد كان معذبها ولا ايه؟ على فكرة والله الحمامة دي جت لوحدها، مش أنا اللي جايبها، بس أنا لقيتها محطوطة فقلت أدخلها عشان في. بس يعني انا مستعجل وعندي معايا الطياره. معايا الطياره بس راجع مصر. انا جاي لكم تعالوا جوه. يلا اتفضلوا يا جماعه، بيتكم مطرحكم. اتفضلي يا جماعه اتفضلي. لا اتفضل والله. والله ده بيت. والله بيت. والله العظيم لا. مش هتعبك عشان انت جاي من سفر بس انا مش مصدقه. بس ازاي انا مش ايه ده؟ مصدقه يا جدعان. لا اله الا الله. مش غلاء والله العظيم. مش ايه ده؟ بتفرج على الفيديو إيه ده؟ بتاعه. والله بتفرج على الفيديو بتاعه. انا طيب ده أنا. جماعه سيبكم من اي حاجه. انا مبسوطه قوي 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 بجد. احلى حاجه حصلت لي النهارده بجد. الحمد لله. المهم بقى انا عشان عندي طياره الصبح بجد. انا جاي صد رد. عندك طيارة الصبح؟ انا جاي لكم يعني صد ايه رد. جاي أنت مجنون يا جدع أنت ولا إيه؟ انا جاي. ده انت هتقعد معانا وهتعيش معانا في انا جاي لكم الحاجتين. انا عندي كليه وامتحانات اهو لسه بتروح. المهم دلوقتي احنا انا عايزين جاي اسلم برضه. عايزين تشجيع جامد جدا جدا للدكتور يحيى دلوقتي. نقول له تشجيع من نار، تشجيع من نار. وكله يحط اللايك ليحيى يا جماعه، ويقول اللايك دوت للدكتور يحيى. انا بقول لكم ان محمد مدمع. طب والله العظيم نوريهم الدموع. انت شكلك كده وفرحان اكتر. طبعا. وريني وشك. وريني وشك. طبعا دموع طب بتمسح ليه؟ عايزه اشوف. دي دموع الفرحه طبعا. انا فرحان بالدكتور يحيى، ربنا يبارك له يا رب. هو نور الدنيا. ومش انا لوحدي اللي جيت يا جماعه عشان تبقوا عارفين بس. ايوه بقى. بس جاي لكم بشويه بني ادمين معايا. استنى اجيب. شكرا دكتور يحيى، شكرا بجد دكتور يحيى، واللي دايما واقف مع اخواته بقلب صافي. والولد ده ربنا يحفظه. دكتور يحيى دي نمبر 1، دي نمبر 1 في العيله كلها صراحه. ودي اللي انا شايف ان هو الوحيد اللي قدر ينجح باجتهاده فعلا ومستقبله، ويحدد مسار لمستقبله، مسار جميل جدا، وهي الدكتوراه. سواء بقى ده اسنان او ايا كان، هو اسنان. فانا عندي درس يا دكتور يحيى بايظ، وعمال اقول ايه مستنيك على ما تظبط امورك. عشان احنا بقى ايه قرايب وحبايب، لازم يبقى في تخفيضات وكلام من ده ماشي. المهم دكتور يحيى في الفيديو الاخير كان بيوضح رساله مهمه جدا لمحمد وحمدي، ان هم يهدوا الامور، وان ده يستحمل ده، وان ده طبعه كذا وده طبعه كذا، فلازم نستحمل بعض ونكون الامور اطيب من كده. ولكن طبعا هو عارف ان مش ان لا ده هيسمعه ولا ده هيسمعه. ولكن جه الرد في الفيديو اللي انا بكلمكم فيه ده، والجزء اللي انتوا شفتوه في الاول، وده كان اكبر رد واكبر دليل اولي. الناس المفاجأة النهارده لسه الساعة 5 مساء، الساعة 5 مساء، واللي هيكون فيها مفاجأة جامدة جدا، وفيديو هيبقى جامد جدا جدا وهيعجب المتابعين كلها من محمد وآلاء. ولكن الدكتور يحيى ليه بنقول ان هو عمل مفاجأة وعمل اول دليل براءة؟ محمد مش محتاج يتكلم مبدئيا كده، ولا محتاج يرد على حمدي، والمتابعين مش محتاجه تسمع من حد، على قد ما المتابعين محتاجه ترجع لبعض الفيديوهات القديمه اللي حصلت كلها بتبين الحقيقه، بتبين مين
كان فعلا بيبقى طالع بعفويه وحب وتسامح ومحبه، ومين كان بيبقى طالع في قلبه حقد وغل وغيره او ايا كان. الفيديوهات القديمه دليل اولي على البراءه، منها الجزء اللي احنا شايفينه في الاول ده، واللي كان فيه زي ما انتم شفتوا الدكتور يحيى وصوله للامارات وفرحه الاء جدا 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 اما محمد كده فاجئها بان يحيى موجود، وبقت هي رد فعلها جميل، الله الله انت جميل انت منور، ايه انا مش مصدقه، وكانت الفرحه باينه عليها، وذكرت بعفويه تقول انا مفتقداكوا جدا، انا مفتقده العيله كلها، يعني بيقول لها ايه، يعني انا كويس ان انا جيت، قالت له ده جميل جدا انت جيت، انا مفتقداكوا كلكم. يعني الاء فعلا عفويه وبتتكلم بطيبه جدا جدا جدا، مفيش في قلبها حقد ولا غل، البنت دي فعلا طيبه، واهلها ناس فعلا، انا لما براجع فيديوهاتهم بالذات الفيديو الاخير، وده مبين جدا قد ايه الناس ديت عفويه وطيبه قوي. الناس ديت غلابه جدا، غلابه جدا بالمعنى، مش غلابه مش غلب الفقر، لا يعني غلب الطيبه اللي يعني ما فيش بقى يعني الافلامانات والكلام من ده. الناس دي فعلا طيبه جدا، ممكن يصدر منهم اخطاء، مش معنى ان انا بقول ان فلان ده طيب يعني ما بيعملش اخطاء، لا كلنا مخطئين، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. يا رب نكون بنقول الجزئيه ايه صح بالظبط، ما نكونش بنلخبط فيها في حاجه يعني. فيحيى هنا كان موضح جدا الفيديو ده قد ايه حب الاء للعيله وصدقها في حبهم وفرحتها بوجودهم معاها، وكانت فرحانه جدا وقعدت ترحب بيه، وكمان اما دخل كانت الاء بتتفرج على فيديو ليحيى ومحمد، وده دليل على ترابط قوي جدا بين العيله. ولكن الايام ديت للاسف حمدي عمل تفكك اسري للعيله كلها، ولما نيجي نراجع برضو الفيديوهات القديمه نلاقي نفس المشكله عملها حمدي مع محمود اخوه قبل كده، وهو كان سبب توقفه عن الفيديوهات. فهل يا ترى حمدي مصمم المره دي كمان ان زي ما وقف محمود قبل كده على الفيديوهات وخلاه يبقى ملتزم بمشروعه بس ومهتم بمشروعه بس ومش مهتم باي حاجه تاني، هل هو مصمم على ان برضه يكسب الجوله ديت ويخلي محمد نفس المشكله؟ بس المشكله ان المره دي الموضوع خد اوجه مختلفه كتير جدا، ويمكن اوجه الاختلاف بين الخلافات اللي حصلت قبل كده والخلاف ده ان الموضوع متاخد بمحمل ان لازما تطاطي ان انت تطلق مراتك او تبعدها عن العيله وترجع لوحدك بس، ودي شيء صعب جدا على محمد بصراحه. انا شايف ان ده هيبقى فيه زي ما قلت لكم قبل كده يا دمار مستقبل محمد نهائي، حتى لو رجع للعيله هيبقى الناس بصت له نظره ان انت رميت اولادك، وبالذات لما الحاجه طلعت وقالت كمان ان هو رامي بنت قبل كده، واكدت على الكلام اللي احنا ياما قلنا قبل كده، ايوه في بنت، وفي ناس طلعت هاجمتنا وقالت ازاي مش عارف ايه والكلام من ده، ايام برضو مشكله ميرفت وكلام من ده. والحاجه لما قالت انها كمان شروق كانت بتبقى موجوده وما بتصورش والكلام ده، يعني عارم الصحة شوية بس مش هنتكلم فيه، خلينا في موضوعنا النهاردة والأدلة اللي ظهرها يحيى في الفيديو الأخير اللي هو عمله، والفيديو ده اللي أنا عرضته لكم في بداية الفيديو. وهنا كان مبين حب آلاء وتعاطفها الكبير جدا مع العيلة وحبها للعيلة وتسامحها، وإنها مش وحشة زي ما بتحاولوا يصدروا للمتابعين قد إيه هي وحشة وقد إيه بيعملوا سحر وأعمال والكلام من ده. ولكن الموضوع مش بالسهل يا جماعة، وطبعا الكلام غير صحيح والمتابع برضو مش مصدق الكلام، ودي بقى واضح جدا في الكومنتات، واضح في ردود الافعال حتى للقنوات النقد والرياكت. كله متفق ان محمد هو اللي مظلوم ومجبر على ان هو يبقى عنده الطاعة العمياء للي حصل. علشان كده بقول لكم ان النهاردة هيكون في فيديو تاريخي لمحمد الساعة 5. الفيديو ده هيغير مسار حاجات كتير جدا، بنحاول نوريكم الأدلة من البداية ببساطة. في أول أدلة زي ما قلت لكم في أول فيديو عشان ما أطولش عليكم، إن أول دليل وأكبر دليل منتشر الفيديوهات اللي كانت بتحصل لما نيجي نحلل شكل الجسد، حركات الجسد، حركات الوش، الكلام اللي طالع بدون ترتيب، نلاقي فعلا ان محمد مظلوم، ودي محاولة من حمدي لكسب الجولة زي ما اعتاد الشخص النرجسي اللي هو
لا انا كده كده انا اللي بكسب، ويوم ما مش هكسب يبقى نخسر كلنا، وده شيء خطر جدا جدا. ربنا يهدي له حاله ويهدي حال الجميع يا رب العالمين. ولكن الكل منتظر الساعة 5 المفاجأة لمحمد، واللي هو أنا أقدر أقول لكم بخلاصة العبارة كده إن مش هيكون الفيديو المنتظر لجزء كبير من الناس، وهي هتبقى الهجمات المرتدة اللي هيجيب فيها جوان. لأن أنا شايف إن هما من بعد إعلان محمد إن هو يرد بدأت الأمور في العيلة تهدى، بدأوا إن هما يركزوا على إن هما يعملوا محتوى يجذبوا المتابع تاني، يبعدوا عن الردود الأفعال. الا بقى لو طلع الحاج، لو حمدي طلع الحاجه النهارده، يبقى تاكدوا ان الهجمه المرتده هتجيب جون بالنسبه لمحمد. لكن لو الامور هديت كده ممكن انا ارجح ان محمد هيهدي اللعب وهيمشي الامور وهيسيب الامور تمشي بشكل طبيعي بدون ردود افعال صعبه وبدون ما حد يزعل ولا يحصل مشاكل جديدة ونفتح باب الخلاف من جديد. فهل يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ننتظر الساعة 5، ويا رب الفيديو ده يكون نزل لكم قبل الساعة 5 عشان خاطر مهم جدا جدا، وبحبكم ومنتظركم في الساعة 5.